في بارع، واقسم بالله لما انا العين العمران ديليفري لما انا مسك قال له يا زول نووي شنو ضربوكم به؟ قال لي لا انا بقصد كيماوي. تعالوا شوفوا الكذب والنفاق وصل اي مرحله يا جماعه، شاروا تكبيس كلنا مع بعض يا جماعه. تفضل اسمعوا. بالتهاني والتبريكات التي تتوالى على الشعب السوداني، ابتداء من إعلان حكومة تأسيس حكومة السلام، حكومة الوحدة التي نزل خبر إعلانها بردا وسلاما على الشعب السوداني، مرورا بالانتصارات الميدانية الكبيرة التي تم تحقيقها ضد الجيش الإرهابي وميليشياته الداعشية ومرتزقته الأجانب والماجورين، وكل هذا النجاح بانتصار كبير اليوم في تخوم مدينة بارا، وتم دحر فلول النظام وكسر شوكتهم، كما توج أيضا بإسقاط طائرة اليوم من طراز بريكدار في سماء كردفان. سمعت وتعجبت لما قاله ضيفك من أن هنالك انتصار للجيش في منطقة بارا. هذا غير صحيح. الذي حصل حقيقة أن نحن استخباراتنا علمت أن هنالك تقدم أو هنالك محاولة للجيش وميليشياته للتقدم نحو منطقة بارا، فتم فتح صندوق وأحكمت السيطرة عليه تماما. فبالتالي عندما دخل الجيش هنالك، ده صندوق غير اللي بتخد فيه الدليفري اللي بتودي بيه البيتزا للزباين، ولا صندوق تاني يعني اللي فتحتوه عشان نحن نفهم؟ بس معلش احنا يعني ده الصندوق نفسه اللي بتخد فيه الدليفري، بتخد فيه البيتزا يا الدليفريه، ولا حاجه تانية عشان بس المواطن يفهم؟ معلش اتفضل. تم يعني ضربه من كل الاتجاهات والحاقه هزيمه، يعني هزيمه كبيره جدا. الان انا قبل 10 دقائق ارسلت لك فيديوهات من داخل مدينه بارا لقوات الدعم السريع من داخل منطقه بارا، وهي حديثه جدا، وارسلتها لقناتكم. اتمنى ان تبث لتدحض هذه الافتراءات وهذه الكذب. استاذ الفاضل، نحن قوات الدعم السريع طيله الايام الماضيه التي بثتها القوات المسلحه والقوه المشتركه المسانده للجيش السوداني تثبت سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا. هذه المدينة الاستراتيجية وكانت من أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. إذا أنت الآن تنفي جملة وتفصيلا هذه المعلومات. ما زالت قوات تسيطر على بارا حتى الآن؟ أنا أؤكد نعم أنها قد تقدمت وجاءت دخلت قواتنا بعد أن فتحت لها صندوق، إنما دخلت فتم ضربها من كل الاتجاهات. والآن وأنا أحدثك قواتنا هي التي مسيطرة على مدينة بارا بأكملها. وكما أسلفت لك هذا الشهر، خلال شهرين نحن قد أسقطنا طائرتين بريكدار، وهنالك انتصارات عديدة في أراضي كردفان. فبالتالي ما تفضل به ضيفك وما نسمعه في قنوات الجيش هذا لا وجود له من الصحة. إنهم الآن لجؤوا للأكاذيب ولرفع الروح المعنوية، حتى ذهاب الكباشي نفسه إلى تلك المناطق فقط بعد ما علم تماما أن الميليشيات ومن معهم داخل مدينة الأبيض أعلنوا عدم خروجهم وتوجيههم إلى أي منطقة لا سيما مناطق كردفان، لأنه لم يوجد أي متحرك. يا سيد عمران، الجيش يقول في بيان رسمي تمكنت قوات الجيش من دخول بارا عزيمة واقتدارا وعنوة. إذا الجيش يحسم المسألة تماما ويؤكد أنه يسيطر بشكل كامل على هذه المدينة الاستراتيجية. هل تستمرون في مسألة النفي سيد عمران؟ يلا هنا الشغل بيسخن، هنا الدخل فيه الكيماوي والنووي. تفضل النووي. طبعا جاءتك معلومات جديدة. تفضل. أنا حدثتك الآن. أنت الفيديوهات التي تتحدث عنها قديمة. أنا الآن أرسلت لك فيديو، ليتك تتحدث مع غرفة الكنترول لكي يزودوك بهذه الفيديوهات. أنا لا أتحدث لك عن فراغ، أتحدث لك بأدلة ثابتة. وهذه فيديوهات حديثة الآن من مدينة البيان الذي أتحدث عنه الآن، الذي صدر عن الجيش السوداني القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح، يعني صدر منذ نحو 10 دقائق فقط. سيد عمران. أستاذ سالم، طيلة العامين أو 3 أعوام هذه الحرب كانت تزود بالإشاعات وبالأكاذيب على الشعب السوداني. يا زلمة أنهم من دمع بدأوا هذه الحرب قالوا أنها أسبوع ثم شهر ثم شهرين، الآن في عامنا الثالث، وكانوا يزودونها بالكذب. أخيرا ما لجوا إليه هو ضرب المواطنين وضرب المناطق كلها بالسلاح الكيميائي والسلاح النووي. لذلك انسحبت قواتنا من تلك المناطق ورتبت صفوفها، والآن نووي. لكن كونهم يصدروا اعلان او يقولوا فهذا يلزم هنذيع ان بعض السودانيين بالسلاح النووي.
السلاح الكيميائي. هل ما سمعته السلاح الكيميائي؟ السلاح الكيميائي نعم، سلاح كيميائي. هو نعم. الجيش السوداني ينفي هذا الكلام هسه ما قلت نووي قبال ثانيتين بس، والله العظيم يا دليفري يا ود البيتزا يا ود البيتزا، الشغل ده قبل ثانيتين قلت هناي، قلت نووي يشهد الله، بقى كيماوي ما في مشكله، خلوها كيماوي شغل كويس شديد. وتفصيلا. ولعلك تابعت بيان النائب العام السوداني بالامس حينما قالت انه لا يوجد اي سند قانوني او اي ادله تقول انه الجيش السوداني استخدم هذه الاسلحه الكيماويه، لكن على كل الاحوال سيد كيف ترد على كلام سيد عمران؟ سأعود اليك سيد عمران. اصبر شويه. طيب. لا عليك الله عمران، لو عندك دليفري ممكن تمشي وتجي راجع، بس هاي نسمع كلام عن الناس. هاي لو في حاجه، في بيتزا سريعه، في حاجه ممكن توصلها وتجي راجع، عرفت يا ابو الباسين؟ هاي بس عشان في هنا في شغل ناس تتكلم يعني. هاي اسمع، يلا اسمع كلام. والفيديوهات التي ارسلتها سيد عمران سنعرضها بعد قليل بالتاكيد. في النهايه نحن نعرض لكل الاراء ونشير كل المعلومات المتواجده على الارض بالتاكيد. سيد المعتصم، كيف ترد على هذا الكلام؟ عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع ينفي بشكل قاطع أن يكون الجيش والحركات المساندة له قد حسموا معركة بارا وسيطروا على هذه المدينة الاستراتيجية. أولا هنالك مصداقية عالية جدا لبيانات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية لدى كافة أجهزة الإعلام المحلية والدولية. عندما يصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بيانا يتلقفه الكل بكل صدقية، لأنهم تعودوا أنهم يصدرون بياناتهم بعد مدة. هذه العبارة قد يكون دخلها الجيش قبل يوم أو يومين، وعندما يتأكدون تماما ويؤمنون المناطق تماما من بعد ذلك يصدرون مثل هذه البيانات. هذا النكران المستمر سمعنا به في جبل مويا من الغرب الى الشرق، من ام درمان الى الخرطوم، ومن ام درمان الى الخرطوم بحري، وانطلقت من بعد ذلك الى المدني، وانطلقت من بعد ذلك الى الدندر واسنجا وكل هذه الولايات والمصفاة والصالحة، حرب هؤلاء الى بارا. الان لحقهم الجيش السوداني الى بارا. مصداقية الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية لا يعلى عليها. الميليشيا لم تعودنا انها ترسل فيديوهات لمناطق استولد عليها او ما الى ذلك. عودتنا ان تنشر صور النساء المعلقات في الاشجار ويعذبن حتى الموت، وعودتنا ان تنشر صور الاغتصاب الجماعي والافتخار بها، وعودتنا ان تنشر صور تصفية الاسرى والمدنيين بدم بارد. هناك